أذكر لكم قصة عجيبة وقعت في مصر. رجل نصراني من نصارى مصر مر عليه رجل آخر مؤمن من مؤمني مصر. هذا المؤمن حوله أبهة من طلبة العلم وعنده مال وعلم، جمع الله له بين المال والعلم، فجاء عنده المال ينفق وعنده العلم ينفق. فاستوقف ذاك النصراني القبطي قال: يا هذا لدي سؤال. قال: وما سؤالك؟ قال: ألم تقولوا أن الدنيا جنة الكافر والسجن المؤمن؟ قال: بلى. قال: ها أنا ذا كافر لا أملك من الدنيا شيء، وها أنت مؤمن وتملك كل هذا المال وحولك هؤلاء الرجال. قال: نعم، لو علمت ما أعد الله لي في الآخرة لعلمت أن هذا كله سجن بالنسبة لما أعد لنا في الجنة، ولو علمت ما أعد الله لك في النار لعلمت أنك الآن في جنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا. أبأس أهل الدنيا يعني تخيل وتصور أبأس أهل الدنيا كيف يكون بؤسه، يعني الأمراض كلها، الفقر بجميع أنواعه، البلايا بجميع أنواعها تجمعت عليه، فيؤتى به فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأل: هل مر بك بؤس قط؟ ماذا يقول؟ يقول: لا والله ما مر بي بؤس قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا، تخيل كيف أنعم أهل الدنيا، ملك الدنيا بحذافيرها، نساء وأموال وأرصدة وغير ذلك، باخرات في البحر بتجارته وطيارات في الجو بتجارته وخدمه وحشمه وسيارات وخدم وحشم وغير ذلك وذهب وفضة وكل ذلك، فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يقال له: هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي خير قط. إذن يقول الله عز وجل في تقرير هذه القاعدة، يقول: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن إيش؟ هذا لي وما أظن الساعة قائمة. شوف العلاقة بين الغنى وجحدان الآخرة، لأن الإنسان إذا استغنى قل عمله للآخرة، ينصرف عمله كله للدنيا. يا فلان ليش ما تصلي في المسجد؟ والله مشغول عندي اتصالات. يا فلان ليش ما تزكي؟ والله إن شاء الله بس إننا مشغولين عندنا حسابات. يا فلان ليش ما تحج؟ والله إن شاء الله بس عندنا صفقات. يا فلان ليش يا أخي جزاك الله خير ما تصوم رمضان؟ والله إني مسافر والمسافر عنده. سبحان الله، هذا أركان الإسلام كلها راح بسبب المال. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الدنيا، فإن الله إذا رزقني الدنيا لأتصدقن ولا أفعلن ولا أفعلن ولا أفعلن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى عليك أن تفتن، إذا جاتك الدنيا ممكن ما تسوي شيء. قال: لا والله لا أفعلن ولا أفعلن، وعاهد الله لئن آتانا من فضله لنفعل ونفعل ونفعل ونفعل. فلما آتاه الله من فضله دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك له. فكان عنده غنم قليل فبورك له في الغنم فكثرت غنمه. فجاء وقت الزكاة وجاءه رسول النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا فلان أنا رسول الله إليك، أعطني زكاة غنمك. قال: طيب إن شاء الله وسأتي بها، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أني سأتي بالزكاة. رجع ولم يدفع زكاة. سنة ثانية: هات الزكاة. قال: إن شاء الله سأدفعها، أجمع زكاة السنة الماضية مع زكاة هذه السنة وأتي بها كلها. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج الزكاة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ منه الزكاة قال أبو بكر: والله لا أقبل منك زكاة أبدا لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: زين وفرت، هذه من عندي. ثم اشترى إبل وبقر وغنم، كثرت إبله وبقره وغنمه، ومات أبو بكر ولم يأخذ منه زكاة. وجاء عهد عمر فلم يأخذ منه الزكاة.
ومات شر ميته، هجره الناس، لا يبيعون له ولا يشترون منه، فخرج وكانت آخر نتيجة له أنه ارتد عن الإسلام. إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه من البحرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطلق على الأحساء وما حوله، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة إلى الأحساء وهي البحرين على أن يأتي منها بالزكاة، فجاء بزكاة كبيرة وهو أكبر مال وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حتى إنهم كانوا يجعلون المال المحسوس الملموس، الطعام التمر وغيره والذهب والفضة وغيرها من أنواع المال، في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فامتلأت الجهة مؤخرة المسجد امتلأت بالمال. وذلك صبيحة ذلك اليوم امتلأ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالرجال. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ونظر إلى الناس، هذا عدد كبير، ما هذه الأوجه الجديدة لأول مرة تصلي الفجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علمتم خبر مجيء مال البحرين، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم. فالدنيا لا تخلو من حالين، إما أن تلهي وإما أن تهلك. إذا لم تهلك ألهتك، فأقل شيء تلهيك عن ذكر الله تعد. ويدل على ذلك أصحاب ماذا؟ الأسهم. يحدثني بعض الذين يجلسون أمام الشاشات، قال: والله إن المؤذن ليؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وأبصار هؤلاء شاخصة في الشاشة، ارتفع نزل ارتفع نزل. سبحان الله، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.